السلام عليكم. وهبي يتطاول على اختصاصات الملك. المغاربة غاضبون ويطالبون بإقالته بعدما تسول مساعدة النظام الجزائري دون ضوء أخضر من أحد. خرجة جديدة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة عبد اللطيف وهبي، والتي تطاول من خلالها على المجال المحفوظ لجلالة الملك والمتعلق بالسياسة الخارجية لبلادنا، وخاصة ما يتعلق بالموافقة على المساعدات الموجهة لبلادنا من دول العالم للمساعدة بالآثار والأضرار الناجمة عن زلزال منطقة الحوز. وقال وهبي في تصريح غير محسوب العواقب أن المغرب يرحب بالمساعدات المقدمة من لدن الجزائر، بينما لم يصدر أن بلاغ رسمي حول انتقائية البلدان، حيث حسم بلاغ وزارة الداخلية وتعليمات الملك قبل ذلك في كون المساعدات الأجنبية مرحب بها، لكن كل مرحلة حسب ظروفها. وهكذا فقر الجزائر مرة أخرى بشكل منفرد فتح مجالها الجوي للطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة للمغرب بعدما أغلقته، دون أن تعلن فتح المجال أمام طائرات شركة الخطوط المغربية، ودون أن تفتح الباب للطائرات المنطلقة من المغرب في قرار منفرد آخر. وواقع الحال أن المجال الجوي مفتوح باتجاه المغرب، وهو مرتبط بقرار سيادي مغربي، ولا علاقة له بمساندة المغرب في هذا الظرف الإنساني الخاص الذي تمر به بلادنا، وهي الحيلة التي انطلت على زعيم البام الذي فشل في تدبير إضرار هذه الكارثة بالجماعة التي يترأسها، فهو على ما يبدو منشغلا بالتطاول على مجال سيادي خارج اختصاصاته، ولا علم له بخفاياه وتشعباتها. إن تصريح وهبي يكشف جهله المركب إزاء تدبير الملفات الكبرى والاستراتيجية، فالجزائر تعاني في هذه الفترة عزلة دولية خانقة وتحاول التغطية على آثار إخفاقها المدوي في انتزاع عضوية البريكس، إلى جانب وجود ضغوط دولية قوية عليها في ملفات محيطها الإفريقي. ومن خلالها بلاغ النظام العسكري المشؤوم كانت تحاول الجزائر فك الخناق عن نفسها والتسويق أن المغرب هو من يرفض المساعدة، وهو الفخ الذي سقط فيه وهبي وابتلع طعمه بكل ارتجالية وسذاجة سياسية منقطعة النظير. وعقب هذه التصريحات طالب المغاربة بإقالة وزير العدل، بينما طالب آخرون بمحاسبته على التطاول على اختصاص الملك. إن الموقف الرسمي لبلادنا والمعبر عنه ببلاغ الديوان الملكي، والذي عمدت وزارة الداخلية إلى تنزيل دق تفاصيله من خلال بلاغ رسمي واضح يؤكد أنه في إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، فقد أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالة سيؤدي إلى نتائج عكسية. واستجابة السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، وفق ذات البلاغ، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ. فهل يحاول وهبي أن يسوق لنفسه أنه سوبر وزير وأن له الحق أن يتحدث باسم وزارات سيادية نجح المشرفون عليها بتدبير قطاعاتهم الحكومية بدرجة امتياز في مقابل إخفاقاته التدبيرية الكارثية والتي يندى لها الجبين، وهو ما يحتم أن لا تمر هذه الزلة التي ترقى لمستوى الفضيحة مرور الكرام. إلى اللقاء.